اهلا بيكم. معكم سيدة المنتهى من اسكندرية. موضوع حلقتنا النهاردة عن توسعة الكورنيش وإشارة سيدي بشر اللي هيحصل فيها، وكمان كوبري الجديد اللي هيحصل في محمد نجيب، وكمان كوبري جديد هيحصل في سيدي بشر. هنتكلم اولا عن توسعة الكورنيش. زي ما كتير من حضراتكم عارفين ان حاليا في اسكندرية بيحصل مشروع ضخم جدا، وهو توسعة الكورنيش لداخل البحر. 5 حارات رايح و5 حارات راجع، والتوسعة كبيرة جدا لمرور العربيات. استمروا معايا لاخر الفيديو، وما تنساش التعليق بكومنت عن المشاريع الجديدة ايه رأيك فيها، وكمان ما تنساش تدعمني بلايك. الشواطئ، في شواطئ ما زالت لغاية الآن شغالة. شواطئ ميرامار لسه شغالة لغاية دلوقتي، وكمان شواطئ سيدي بشر. لكن شواطئ ادور الخراط حصل فيها نحر وتآكل، وحصل فيها ردم، لكن ما زالت مغلقة لغاية الآن. لكن شواطئ أبو هيف، وكمان شواطئ إناس حقي، وشواطئ السرايا مغلقة لأن العمل فيها بكثافة الفترة ديت. كل الأجهزة وكل المعدات متمركزة في منطقة إناس حقي وكمان السرايا. الشواطئ زي ما هي، ال 14 شاطئ هيكونوا زي ما هم، بالعكس هيتم توسعتهم كمان. مش معنى ان في ردم في البحر هيكون الشواطئ حتى تكون ضيقه او هياكلوا من الشواطئ، لا بالعكس هيتم توسعه الشواطئ بالكامل. التوسعه تبدا من اول سور المنتزه لغايه شواطئ السرايا، ما عدا شاطئ البروفاج لانه خلاص العمل حصل فيه من سنه، وافتتحوه الصيف اللي فات. هنشوف من خلال الفيديو الطريق الجديد هيبدأ يظهر معانا بطول 15 متر ردم داخل البحر. شاطئ ميامي مغلق لأعمال التوسعة، وزي ما قلت لحضراتكم جزيرة ميامي هتفضل زي ما هي دون المساس بها. لكن التوسعة من أول سور المنتزه لغاية شاطئ السرايا هتبقى بطول 4 أو حوالي بطول 4.5 كيلومتر، ول 15 متر جوه داخل البحر. شركة المقاولون العرب المختصة بحماية الشواطئ هي اللي قائمة بمشروع توسعة الكورنيش زي ما حضراتكم شايفين. دي كلها الأوناش والكراكات اللي على كورنيش اسكندرية. مدة المشروع بقى في ناس كتيرة جدا سألتهم عن مدة المشروع. في ناس كتيرة قالت ان مدة المشروع هتبقى من خلال 18 شهر او بالكتير على نهاية السنة بإذن الله هتكون خلصت. في اقاويل بتقول ان المحافظ يعني بإذن الله ممكن يفتتح شاطئ اي شاطئ هم يخلصوه يفتتحوه. وفي ناس بتقول لا، هيفضل الشواطئ كل 14 شاطئ كلهم لحد ما يخلصوا مرة واحدة وبعدين يفتتحوا. الله أعلم الصيف القادم هيكون فيه ايه. احنا مع بعض من خلال متابعة القناة هنعرف ايه اللي بيحصل في اسكندرية أول بأول. أو زي ما قلت لحضراتكم احنا دخلنا جوه الشاطئ وهم بيردموه، وزي ما حضراتكم شايفين ده السور القديم اللي خلاص هينهد خلاص، وهيتعمل بداله سور جوه البحر. دي تعتبر من اكتر الاماكن اللي حصل فيها اعمال كتيرة جدا وتمركز للمعدات والاجهزة فيها. هي منطقة إناس حقي وابو هيف زي ما حضراتكم شايفين، معدات شغالة. هما بصراحة شغالين بقوة، لكن الله اعلم الشواطئ ديت هتخلص امتى. تابعوا معايا زي ما قلت لحضراتكم من خلال القناة. برضو منطقة بير مسعود هيحصل فيها تعديل، ان في السلالم اللي بتبقى في اول المنطقة ديت كلها هتتشال، لان هي يعني في ناس كتير قالوا ان هي ملهاش لازمة هيدخل من الطريق، لان من اول بير مسعود لنادي السيارات ومنطقة شواطئ ميرامار وشواطئ سيدي بشر دي كلها منطقة خطر جدا. فعلا المنطقة دي ضيقة جدا في المرور، وبيكون فيها تكدس كبير جدا في فترة الصيف. فهم هياخدوا 15 متر من أول بير مسعود ومرورا بنادي السيارات بشواطئ ميرامار لسه شغالة لحد دلوقتي، لكن لسه هيغلقوها وهيبدأوا العمل فيها قريب. كل المناطق ديت لغاية السرايا هيحصل فيها تطوير.
عايزه برضو انوه لحضراتكم، طبعا دي كلها الاكوام اللي حضراتكم شايفينها دي كلها ديت لاعمال الردم في قلب البحر. الطريق الجديد بدأ يظهر اهوت، 15 متر ردم داخل البحر. وفي حاجات بقى كنت عايزه اتكلم فيها مع حضراتكم ان شاء الله. ده شواطئ ادور الخراط زي ما قلت لحضراتكم اللي حصل فيها النحر، باذن الله يحصل فيها اعمال الردم وترجع افضل من الاول قريب ان شاء الله. لكن شواطئ سيدي بشر لسه زي ما هي كويسه، وشواطئ ميرامار برضو كويسه، بس هيحصل فيها برضو شغل الفترة الجاية. برضو عايزة اتكلم مع حضراتكم ان في شواطئ كتيرة جدا شغالة في اسكندرية، مش مغلقة. شواطئ البروفاج الاربع بوابات زي ما هم شغالين. في شواطئ ستانلي ما زال شغال برضو لغايه دلوقتي. هو شواطئ ستانلي ما فيهاش اعمال ولا اي حاجه. انا بقول لحضراتكم الشواطئ اللي انتوا حابين، مثلا لا اسكندريه ما فيهاش اغلاق تام للشواطئ، لا فيها شواطئ شغاله، وباذن الله الفتره الجايه هيكون فيها اي شاطئ ان شاء الله هيخلص. ممكن ان شاء الله يعني ايه ربنا يسهل كده ويفتتحوه على طول. بندعو من الله يعني ان هم يفتتحوا الشواطئ اول باول عشان ما يحصلش تكدس للمصيفين في شواطئ معينه ويحصل زحام جامد جدا، واحنا مش عايزين كده. فان شاء الله احنا مع بعض هنشوف الشواطئ اللي شغاله، هنقول لكم عليها وهنزل اصورها لكم برضو. زي ما قلت لحضراتكم في شواطئ سيدي بشر ما زالت شغاله لغايه دلوقتي. انا في فيديو نزل من اسبوع على القناه لشواطئ سيدي بشر، وشواطئ ميرامار لسه شغاله، وكمان شواطئ البروفاج. طبعا البروفاج خلاص هيفضل شغال على طول لانه هو خلاص التوسعه حصلت فيه السنه اللي فاتت. شواطئ ستانلي شغاله. شواطئ بحري سيد درويش اللي هي مجانا من غير فلوس خالص شغاله لغايه دلوقتي. المعموره الشاطئ طبعا كلها شغاله. في شواطئ في اسكندريه كتيره جدا شغاله، وهتكون معانا في الصيف باذن الله. في مشروع برضو هيحصل في محمد نجيب، كوبري في محمد نجيب. الكوبري دوت انا بأيده بشدة، لان اي حد جاي من شارع محمد نجيب وطالع على البحر عايز يروح المنشية او بحري او محطة الرمل كان بيمشي مسافة كبيرة جدا لحد اشارة سيدي بشر، وبعد اشارة سيدي بشر كمان علشان ياخد الدوران اللي عند بير مسعود علشان يطلع تاني ويرجع المسافة دي كلها تاني ويطلع على محطة الرمل او بحري. لكن الكوبري دوت لما يتعمل ان شاء الله هيطلع من شارع محمد نجيب، هيخش من تحت الكوبري على طول هيطلع على المنشية ومحطة الرمل. هنتكلم بقى عن الطقس. زي ما حضراتكم شايفين اسكندرية اليومين دول كان حصل فيها نوة كبيرة جدا، نوة الكرم، قبلها نوة الغطاس. اسكندرية كان الجو صعب فيها جدا والامطار كانت كبيرة وشديدة على اسكندرية. من اول النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الشمس طلعت والناس بتجري وتمارس رياضتها عادي على البحر. الجو جميل جدا جدا في اسكندرية. خلاص النوة تقريبا كده بدايتها خلاص هي بدأت تنتهي في اسكندرية. الجو السما صافية ومفيش شتاء خلاص، والجو بدأ يتحسن الفترة الجاية. انتظروني بقى ان شاء الله الفترة الجاية مع فيديوهات كتيرة عن مشاريع اسكندرية والمشاريع اللي بتحصل في اسكندرية حاليا، من اهمها توسعة الكورنيش. وشوفوا ايه اللي انتوا حابين تعرفوه عن اسكندرية الفترة الجاية وانا انظر اصورها لكم. اسكندرية جميلة، تعالوا واستمتعوا بجو اسكندرية الفترة ديت ولا اروع. زي ما حضراتكم شايفين اسكندرية رايقة وجميلة وجوها حلو جدا جدا الفترة ديت. اشوفكم بقى على خير في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية الجميلة.